السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى نعمل وصفة حلوة قوي مع بعضنا. وصفة مش هتكلفك 10 جنيه، يعني هتعملي بقى حاجات مثلجة او مرتبات للولاد في البيت. إيه، حاجة حلوة قوي تقدري تقولي عليها ايس كريم، تقدري تقولي عليها مهلبية، سميها اللي انت ايه تسميه. بس بجد طالعة تحفة وجميلة قوي. إيه، وما خدتش وقت ولا خدت اي مجهود معاكي، وفي نفس الوقت تعملي اي حاجة حلوة للولاد ومن البيت ومغذية. يلا بينا بقى على الوصفة، مش هنتكلم على الوصفة كتير. قبل ما نروح للوصفة ما تنسوش لايك وشير واشتراك في القناة. يلا بينا على الوصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. معانا هنا حلة هننزل بها بكوبايتين مية بالشكل دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل بقى ايه حاجة كده بقى، بما اننا احنا في الصيف بقى، تقدري تقولي عليها ايس كريم، مهلبية. معانا هنا ايه، كيس من التانك ده بأي طعم انت حباه. طعم المانجا، طعم الخوخ، طعم البرتقال، اي طعم انت حباه اشتغلي بيه. نبدأ نقلبه كده بالشكل ده كده. ننزل عليهم مع ايه ب3 معالق من السكر. بسم الله الرحمن الرحيم، كبار بالشكل ده. ابدا بقى ادوب السكر الاول كده بالشكل ده كده. بعدين ننزل عليهم معلقتين كبار من النشا. تمام كده. انا هنا نزلت عليهم بالنشا. ابدا بقى ادوبه كده كويس قوي المكونات كلها، ومعاهم كيس من باكت البانيل، وادوبهم حلو قوي وارفعهم على النار. حاجه كده تعمليها ترطب على الولاد في الصيف، متاخدش منك اي حاجه ولا مكلفه. ب10 جنيه هتعملي لهم ايس كريم، مهلبيه، اللي انت عايزه تسميه للوصفه سميه، بس بجد تحفه وجميله قوي. انا هنا رفعتها بقى على النار يا بنات بالشكل ده اهو. ابدا بقى اقلب فيها بقى عشان ايه متعملش تكتلات معايا بالشكل ده كده. هنا رفعنا على النار اهو، بدا يلف معانا طبعا مع التقريب المستمر بالشكل ده كده. انا مش عايزاه يبقى زي المهلبيه، تمام يا بنات؟ يعني ملهوش زي المهلبيه. قلب فيه لحد ما يلف معاكي. بدأ يتقل معايا يا بنات، زي ما انا قلت لكم انا مش عايزاه يتقل ويبقى زي ما قلت لكم بقى، انا مش عايزاه زي المهلبيه. هو كده حلو معايا قوي. ابدأ بقى اطفي عليه. تمام. ريحته قلب الدنيا كلها، بسم الله ما شاء الله. حاجه كده هتعجبك او تعجب الولاد، اعملها لهم ترطب عليهم في الحر الصيف. معانا هنا بقى الكوبايات دي بقى يا بنات. ابدا بقى افضي فيها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلتوا معايا بقى لحد هنا، متنسوناش بقى في لايك كومنت حلو منكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. بكيس ب10 جنيه هنرطب على الولاد، بسم الله ما شاء الله. عمل لي الكمية اللي معايا دي كلها بالشكل ده. عندك كوبايات ازاز، عندك اي حاجة ممكن تستعمليها تستعملي معاكي. لو ما عندكيش حاجة من بتوع الجيلي وعندك اي كوبايات من الازاز ممكن تستعمليها بديل لدي. اتبقى معانا شوية. معانا هنا انا هنا اهو كوباية اهي عندي،
هفضي فيها بقية الكمية اللي في الحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الشكل ده كده هحطها بقى في التلاجة يا بنات، من اننا بقى في الحر نحطها كده، نسيبها في التلاجة ساعتين 3 لما تجمد معانا. هنا بقى يا بنات هو ايه، بعد ما قعدته في التلاجة ساعتين اهو طلع عوت معايا. بسم الله ما شاء الله. هنبدأ بقى ايه، افضيه كده. انا فضيتها يا بنات معايا اهوت. بسم الله ما شاء الله. هنا الكوبايه انا فضيتها. الكوبايه اهي يا بنات، ممكن بقى تقطعي كده بالشكل ده كده، حاجه كده قمر ما شاء الله عليه. تقدري بقى تقولي عليه ايس كريم مهلبيه اللي تحسبيه، حاجه كده من مرطبات الصيف ما شاء الله عليها. انا حطيت هنا عليها جوزة الهند، حابة تحط عليها جوزة الهند حبة، مش يعني مش لازم يعني ايه جوزة الهند. بسم الله ما شاء الله عليها، جميلة قوي. يا ريت يعني طعمها جميل جميل جدا. ايس كريم حلوة قوي، تعمليه في البيت للولاد، وحاجة مرطبة جميلة قوي. يا ريت تجربوها، حاجة تحفة تحفة بجد يعني. كده يا بنات انا كده خلصت الوصفة بتاعتنا النهاردة. يكون الفيديو عجبكم، وان عجبكم متنسونوش في لايك وشير واشتراك في القناة. بحبكم في الله، سيبكم في رعاية الله، واشوفكم في فيديو جديد مطبخ بشاري الخير.